السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للي ما يعرفنيش، أنا اسمي عمر الجوهري وأنا مش صانع محتوى. موضوعنا النهاردة باختصار هي الشغل عند الناس. عزيزي، أنا كنت واحد من الناس شغال عند مصنع كبير جدا وشركة كبيرة جدا. المهم إن أنا نزلت المخزن عند الناس لحد ما بقيت ملم بكل حاجة. جيت الراجل قلت له أنا عايز أزيد، قال لي لا زيادة، لا الزيادة عندنا مفيش، ولكن هتفق معاك على اتفاق حلو. قلت له أمرني إن أنت تشتغل معانا بالنسبة، هديك 1% على المليون جنيه. قلت الله، 1% على المليون جنيه يعني 10000 جنيه، شغال امين. جيت اشتغلت، كان فتره رمضان، كانت الناس كلها صايمه، وانا كنت بصحى من 7 الصبح وافضل اعمل في مكالمات واطلع بالعربيات اودي الشغل واروح واجي لحد ما عملت 2 مليون و800 الف. 2 مليون و800 الف يعني ايه ده؟ ب 28000. اما اروح اقبض بقى، السلام عليكم انا عايز اقبض النهارده. قال لي تمام، وريني شغلك. اول ما تلاقي التاجر ابتدى يقول لك وريني شغلك كده فيها لا، طب اتفضل شوف شغلي، لقى ان انا فعلا حققت 2 مليون و800 الف. التاجر قال لك ايه، هتاخد 28000 جنيه؟ ليه؟ ده انا ما باخدهمش. وراح مديني 2000 جنيه. قلت له طب انا ماشي. قال لي مع السلامه. ايه ده؟ دي مكافئتك ليا؟ ده كده تقديرك؟ ده كده اللي ديننا وصلنا بيه؟ المقصد بقى يا جماعه من العبره والقصه دي ايه؟ ان الشغل عند الناس بيتقسم طريقين. اول طريق حضرتك انت لو شغال، انا عايزك اول حاجه تختار المكان اللي انت بتشتغل فيه وتحس ان انا حابب الشغلانه دي. ده رقم واحد. رقم اتنين هو ان حضرتك ما تطمعش في بتاع الناس. ده بالنسبه للشغل عند الناس. اما بالنسبه لحضرتك انت كصاحب شغل، اول حاجه ما تقدرش الناس بتوعك بان انت تقول لهم شكرا وبرافو وانت شاطر وانت كويس. تقدره ازاي يا عزيزي؟ تطلع له بونص، تطلع له مرتب فوق المرتب، مش هو يكون امين وانت بتسرقه، هيسرقك. شغل عند الناس متعب، ولكن فيه خبرات الدنيا كلها. وانت كصاحب شغل اتقي ربنا في الاجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. ولو انت جيت على حقه وهو مش راضي اديله بزياده. عزيزي انا عايزك تتابعني جدا وتبقى متاكد ان الفتره الجايه هفاجئك بحاجات حلوه كتير. وما تنساش اللايك والفور والشير وتجيلنا وتتابع فيديوهاتنا. وبقول لك ايه، سلام.